هذا هو الموضوع اللي خلاني يعني أبحث في الموضوع، وهذا هو يعني الفكرة الأولى. نعم. أن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى رحم المرأة أن خفف عليها أثناء الدورة الشهرية. نعم. فهي لا تصلي. أكيد. والصلاة كما يعلم العلماء والفقهاء هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط. نعم. لا تسقط حتى ولو قمت بعمل جراحية وبقيت يعني تحت هذا البنج، يعني تحت هذا المخدر، ثم لما تستيقظ تسأل عن الأوقات التي لم تصليها وتصليها ولو بالإيماء. ولكن لا تسقط الصلاة. العبادة الوحيدة التي لا تسقط حتى ولو أصيب الشخص بالألزايمر ولا بشيء، فلا تسقط هذه العبادة، يبقى يصلي. ولكن تسقط عن رمضان يسقط، كل العبادات، الحج يسقط، يعني الزكاة تسقط إذا لم يكن هذا الشخص لديه ما يزكي به، لكن الصلاة. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى المرأة أثناء الدورة الشهرية لا تصلي ولا ترد هذه الصلاة. رمضان ترد، يعني ماذا؟ لأن رمضان علاش خاصها ترد باش تستافد، الله سبحانه وتعالى بغاها تستافد من ذيك من الصلاة، ولكن الصلاة لا ترد. فالله خفف عن المرأة حتى في الحكم التكليفي، والإنسان لم يخفف عن المرأة. لم يخفف. لا الزوج يجب أن يعلم أن أثناء الدورة الشهرية هذه السيدة مريضة، يجب أن يتعامل معها معاملة جيدة. إلى تقلقات ولا ضجرات ولا حاجة ما خصهاش تقلق، لأنها إذا ضجرت أو تقلقت قلق شديد أو غضبت غضب شديد أثناء الدورة الشهرية، هذه المرأة ستهلك نفسها حتى ما قبل الدورة الشهرية. يعني نعم، واحد يعني تقريبا 24 ساعة إلى 48 ساعة قبل الدورة الشهرية المرأة كيولي عندها واحد. لا، لماذا؟ لأن هذيك فين ربما أيام، على حسب جسم المرأة. نعم. هناك نساء يعني ما كيحسوش، ولكن هناك نساء كيحسوا. نعم، أسبوع قبله كيحسوا حتى بآلام، كيحسوا باضطراب، يعني تتولي المرأة مزاجية. نعم، مزاجها مضطرب. هذا فهذه هي الأشياء التي دفعتني لهذا البحث. فقلت أن إذا كان الهرمونات، هي الهرمونات عندها طابع دهني. نعم. هي عندها جزيئات الهرمونات، هي عندها طابع دهني، هي تمثل من الدهنيات. فقلت إذا كانت هذه الأشياء الخطيرة في الجسم، لما ال LTH هذه الهرمونات الدورة الشهرية التي تتردد، هي تردد تقريبا 24-26 يوم تردد، وتبقى 6 أيام أو 7 أو 8 على حسب المرأة، على حسب جسم المرأة وعلى حسب المناطق وعلى حسب النظام الغذائي. فهذه قلت فيها الرجل ليس لديه هرمون، عنده هرمون واحد تستوستيرون. هذا الهرمون إذا تأكسد يصيب بالصلع، كيسقط لي الشعر ديال راسه فقط، ما لا يقع، ما عنده أي شيء. وكلما كان الرجل عنده مركز تستوستيرون قوي أو عنده هذا الإفراز تستوستيرون قوي، تكون شخصيته قوية حتى يصبح يعني لا يطاق. كلما كان يصبح قوي جدا وشديد، ويعني لا في رأيه ولا في حركاته ولا في يعني حتى العراك. حتى العراكات، يعني إذا كان الشخص عنده تستوستيرون قوي جدا فليس من السهل غلبه حتى شي واحد في أثناء. لماذا؟ لأن التستوستيرون هو هرمون كيخلي الجسم يأخذ 5 أضعاف الطاقة اللي عنده يعني. فهذا هو في نفس الوقت التستوستيرون هو في نفس الوقت لو بقى الرجل يعني عنده هذا التستوستيرون مضطرب، كيطلع ويهبط ويتقاطع مع الأدرينالين، لكن كيتقلق بكثرة هيصاب بسكري. لماذا؟ لأن الأنسولين هرمون والأدرينالين هرمون والتستوستيرون هرمون، فهذه الهرمونات طبعا تعمل مع بعضها، يجب أن تكون علاقتها هي علاقة توازن. إذا كان الأدرينالين يصعد 2 مرات في اليوم، هذا الشخص معرض لكل الأمراض. فالمرأة لديها يعني كما سألت الأخت جزاها الله خيرا عن المرأة، حياتها تتجدد 12 مرة في السنة. الرجل لا تتجدد حياته، لا تجد، هذه اللي كنسمى المونوتوني، يعني حياته الهرمونية هي حياة يعني ليس فيها أي شيء. لكن المرأة سبحان الله، المرأة كيجدد لها، وبالعكس المرأة أحسن من الرجل. لماذا؟ لأن المرأة تعيد حياتها كل شهر، تتوقف، تتجدد. ال LH وال LTH يعني كيطلعوا كيوصلوا للقمة على 14 يوم ثم كيبداو يهبطوا
تقريبا 20 21 22 كيوصلوا تقريبا، ثم يقع هذا الريبتير، تتوقع الدورة الشهرية 5 أيام 6 أيام، عليا هي فيها غير يومين شي شوية كتكون. المرأة خاصها ترد البال لهذه الدورة الشهرية. إذا كانت قوية جدا المرأة غادي دير أنيميا وغادي هشاشة العظام ما فيهاش. لماذا؟ لأن إذا كانت قوية يكون مشكل هرموني يعني، وإذا كانت ضعيفة جدا أو ربما يعني كل شهرين وكل 3 هنا كاين مشكل، كاين واحد نقص هرموني عند المرأة. ولذلك أنا تكلمت عن هذه الأخت باش نجاوبها مباشرة نخليها نبادر، أن أثناء الدورة الشهرية يجب على المرأة أن تلتزم بنظام نباتي 100%. نعم. يجب عليها أن لا تركز أثناء هذه الفترة، لا تركز كثير أثناء هذه الفترة. شوف الله سبحانه وتعالى ليس للوضوء فقط ولكن خفف عنا بالصلاة، هذا رمز الله سبحانه وتعالى يرمز إلى هذه. ولذلك يجب أن لا تركز كثير، لا تركز كثير، خصوصا إذا كان عندها مثلا مهنة قاضية أو حتى صحفية مثلا إعلامية ولا حاجة، وتركز كثير أثناء هذه الأيام تصاب بأمراض، تصاب بأمراض. لا مش ما تعملش، تعمل نعم تعمل، ولكن تعمل بهدوء، ويجب أن لا تركز، ويجب أن لا تضرر، أن لا تضجر، ويجب أن لا تقلق أثناء هذه الفترة. لماذا؟ لأن النظام الهرموني وقع ريبتشر، هذه وقع يعني هو يعني هذه الهرمونات انقطعت، ثم يجب أن تبدأ هذه الهرمونات كي تبدأ حياة جديدة. والمرأة تحيا بالال اش والال تي ايش. إذا ما كانش هذه كانت الهرمونات مشوف مثلا المرأة ملي توصل المينوبوز، ملي توصل هذا سن اليأس، هما بغاو يعطيوه اسم آخر هو اسم اليأس. سن اليأس يعني لا أن كلمة يأس يعني ما سن اليأس، لماذا سمي سن؟ لأنها يائست من الأطفال فقط. لا هناك من يسميها سن الأمل. لا هذه سياسة وليست علم. أما العلم وسن اليأس هذا عليا، هناك فلسفة وهناك أشياء أخرى، لكن نتكلم علوم. لماذا الناس يلعبون على المصطلحات؟ لماذا يلعبون على المصطلحات؟ فالكون هو والمرأة هي والرجل هو يلعبون على المصطلحات فقط، يعني العديد من يفشون بعض الأشياء. غيروا هذا اللعب على المصطلحات هو اللي خلى موضوع المرأة الآن مجهول فعلا. لا كان شي دولة الآن على وجه الأرض تقول أن لديها فكرة واضحة عن موضوع المرأة أنا مستعد نسمع لها. موضوع المرأة مجهول. لماذا؟ لأن تناوله الفلاسفة ولم يتناوله العلماء. لو خلاه المرأة على الأقل، لو كانوا تركوا المرأة في حالها لكان اسمه. هي المرأة يتكلمون عن حريتها ولكن يضعون صورة امرأة بجانب جرار، لا علاقة المرأة بالجرار. هذه من الشركة بغت تبيع الجرارات وبغت تبيع مثلا الشاحنات وتضع صورة امرأة يعني. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. المرأة الآن يعني تعاملوا معها شيئوها يريدونها شيء، وهذا هو المشكل اللي وقع. أما المرأة الله سبحانه وتعالى خلقها كالرجل مكملة للرجل. ليس هناك مجتمع بدون الاثنين، ليس المرأة بدون الاثنين، ليس هناك مجتمع بدون رجل، ليس هناك مجتمع بدون امرأة، ليس هناك يعني. لماذا المجتمع؟ المجتمع هم الأسرة، هم الأطفال، هم العم، هم العمة، هم الخال، هم الخالة، هم الجد، هم الجدة، هم المجتمع. هذا هو المجتمع والأسرة هذه. فاللبنة الأولى هي الأسرة. فإذا ما لم تكن مرأة أو رجل ليس هناك مجتمع، ليس هناك مجتمع. ولذلك الآن أنا أتكلم عن الجانب الخلقي عند المرأة والجانب يعني الكوني التشريحي الأناتومي التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه المرأة. ما تكلمتش كثير على الرجال، ولكن حتى الرجال عندهم مشكل. الرجال عندهم مشكل. لماذا؟ لأن تغذية الرجل خاصة تكون خالية من السكر اللي كان نعم بحلم زيت الزيتون. لماذا؟ لأن النظام الهرموني عند الرجل هو حساس جدا وفي أي لحظة ممكن يتوقف. إذا توقف فليس هناك رجل. فيجب أن يتناولوا زيت الزيتون مهم جدا. زيت الزيتون وحبوب الكتان هي تنفع الاثنين، تنفع الرجل وتنفع المرأة. لماذا؟ لأن حمض الأوميغا 3 النباتي هو الحمض الأوميغا 3 النباتي ينفع المرأة أكثر من الرجل، ولكن ينفع الرجل كذلك. حبوب الكتان تنفع الرجال كذلك. فهذا النظام اللي تكلمت عليه هو اللي ضبط الدورة. السؤال ديال الأخت أم وليد هو اللي ضبط الهرمونات. لا تضبط بهرمونات. إذن المرأة تذهب عند الطبيب يصف لها هرمونات، يريدون أن يضبطوا الهرمونات بالهرمونات، لأن وهي على نمطها نمط العيش. هذه المرأة إذا كانت تأكل لحوم بكثرة ومواد صناعية وسكر بكثرة وحلويات، وإذا كانت تضجر وتقلق ثم تذهب إلى الطبيب فليس هناك حل. فيجب أولا أن تنظر في نمط عيشها أولا ثم تذهب إلى الطبيب إن أرادت.
نحن لا نقول الناس إذا لا تذهب، نعم، فالطب موجود، والطب يعني نحن مأمورون بالعلاج، نعم، تذهب عند الطبيب، ولكن بغيت نغير السلوك يعني نظرة الناس وفهم الناس للطبيب. ماشي السيد يأكل في منزله سموم يذهب إلى الطبيب ليصف له دواء، هو يأكل سموم ويذهب إلى العشاب يقول لك كل سالمية. هذا ليس علاج، هذا ليس علم، هذا ليس أنا أقول ليس علم، ويجب على الناس أن يكفوا يعني أذاهم عن الناس. هذا وليست السالمية ولا مرد الدوش ولا هذه الخزعبلات وهذه الأشياء هذه اللي كيقولوا. هي السلمية جيدة إذا كان نعم. النظام غذائي مع السلمية كيشربوها الناس مع الماء، يعني لا علاج لها ولا أي شيء. هي الزعتر كانوا كيشربوه الناس، مش يتفضل على واحد يقول نشربوا الزعتر مع الصباح غادي نتعالجوا من السرطان، هذا كذب. نعم. الزعتر كانوا كيشربوه الناس مع الصباح مع الأغذية. علاش؟ باش ديك الأغذية ما تديرش انزعاجات في الهضم، في الجهاز الهضمي فقط. زعفران شعر راه كياكلوه المغاربة، الكركم كيطيبوا به، هذه مرد الدوش والسالمية راه كاينه التخليطة كيبيعوها مع النعناع. نعم. ولكن باش ترجع علاج ويبداو ياخذوها الناس لأن على أساس علاج، لا، هذا كذب. هذا كذب. تؤخذ مع النظام الغذائي القرنفل والقرفة والثومة والبصل والقرعيات والقرعة السلاوية والملوخية يعني هذا اللفت الأصفر جيد للنساء. نعم. اللفت الأصفر فيه توتروجينات وفيه نحاس وفيه كالسيوم بكثرة. الخضرة رقم 1 في الكالسيوم هي اللفت الأصفر. سبحان، حتى اللفت الابيض وحتى اللفت المحفوره، هذه الجدر الابيض اللي كنسموه في المغرب اللفت المحفوره. هذه، ولكن كاين بعض الانواع الاخرين اللي فيهم مكون بحال الرطبقه، هذاك اللفت اللي دخل دابا عنده البنه واحد المذاق ديال اللفت المحفوره، هو ماشي اللفت المحفوره، هذه عاد دخل المغرب البذور ديال هذيك عندها مشكل مع الغده الدرقيه، خاص الناس يبعدوا منها. يعني الشوفلور هذا الكباب والكرنب والرطبقه وأنواع اللفت يعني على خصوص، ثم البروكولي والسوجا، هذه أشياء يعني تضر أصحاب الغدة الدرقية. هذه تضر أصحاب النساء عندهم غدة درقية ويسألنا عن السوجا، يا سبحان الله، يعني السوجا لا تفيدهم في شيء، الفول يفيدهم في شيء. الفول فيه شوية طيرامين، هذه مكون طيرامين بالنسبة للناس اللي عندهم الشقيقة اللي كنسموها الشقيقة، آلام الرأس الحادة. هذو ما ياكلوش الفول بكثرة، يعني علاش؟ لأن الطيرامين معروفة، هي كاينة في الجبن وكاينة في الفول، هذه معروفة أن الناس يعني شوية كتسبب، يعني الناس اللي عندهم شقيقة اللي كيضرهم راسهم أحسن ما يكثروش منه فقط. أما أقول النبات، النساء يلتزمن بنظام نباتي في القمح بالنخالة، ماشي الدقيق البيض. ماشي الدقيق البيض، ماشي المسمن، اللي مخبوز في الزيت. يعني يلتزمنا بالنبات، خبز مخمر بالخميره البلديه، بالنخاله، ولا ياكلوا الشعير، خبز ولا حسوا الشعير جيد. الناس عليهم كيسالوني عن التلبينه، ولماذا التلبينه؟ وشنو هي التلبينه؟ التلبينه هي التشيشه اللي كنسموها احنا التشيشه في المغرب، هي الشعير مطبوخ مع ما يزيدوا عليه زيت زيتون، يزيدوا عليه كركم بلدي، تولي التلبينه زائد 2. تولي أحسن. نجتهدوا، ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم كاين حديث التلبينه، أمنا عائشة كانت تضع هذه البرمة ودير فيها التلبينه ملي كيكون الميت. نعم، لماذا؟ لأن الشاعر فيه سيروتونين، وهذا الشاعر ويذهب الحزن. نعم، لأن الرسول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نزيدوا نجتهدوا أكثر، نديروا التلبينه اللي دار الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزيدوا لها زيت الزيتون، ونزيدوا لها الكركم، ونزيدوا لها حتى زريعه الكتان وحب رشاد، ونزيدوا حتى القزبر الحبوب. نعم، اجتهدوا. هذا اجتهاد صائب، لأن ما يهم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أمر الدنيا للناس. أكيد. أنت يعني احنا حتى تأبين النخيل، الرسول الحديث ديال تأبين النخيل أن قال لهم أنتم شأنكم، يعني أبنوا النخيل. أنا يعني ما قلتهاش لكم نزلت عليا من السماء، أنا قلت لكم غير كبشر. فهذه الأشياء، هذه النظام النباتي هو نظام تغذية عند المرأة. كلما أكلت لحوم المرأة فلتتحمل مسؤوليتها الصحية طبعا. أكيد. تحمل مسؤوليتها. طبعا هي سبب دكتور تكيسات داخل الرحم. كان عندها تكيسات، كان عندها خلل في الدورة الشهرية. الخلل في الدورة الشهرية مرتبط باللحوم. مرتبط 100% باللحوم، يعني تقطع اللحوم وترجع نباتية وما تاكلش في الليل، وإلى صامت يكون أحسن. الصوم جيد للنساء. سبحان الله، شوف النساء في رمضان كيكونوا وجوه المرأة مستنير أكثر من وجه الرجل. ولكن ما علي رمضان هو ذربة وتربية ومدرسة. الله سبحانه وتعالى جابوا لي عبادة، نعم، ولكن كيدربنا على الأكل، والأكل غريزة، وبغى يعلمنا كل مرة سنة شهر باش يعلمنا ناكلوا، ولكن مع الأسف ما كنتعلموش ناكلوا. يعني كنبقاو نكثروا، كنبقاو نخلطوا، كنبقاو نعطيو الجسم ديالنا السموم. وأنت مسؤول عن صحتك، والصحة ديالك أمانة مسؤول عليها أمام الله. فأنت تأكل سموم وتذهب إلى العشاب، لا يفيدك في شيء. أكيد. العشاب يعطيك خلطة يقول لك هذه ستشفيك من النصران، أنا أتحداه.
نعم. إذا بقي هذا الشخص يأكل نفس الأكل، إذا بقى مع الحلويات وبقى مع المشويات مع المقليات ويبقى مع اللحم ويبقى مع يخرج من العمل مع 12 يأكل ويرجع ويبقى يأكل واقف ويبقى يأكل مزروب ويمشي عند العشاب ولا يمشي عند الطبيب، أنا أتحدى. أكيد دكتور. فيجب أن يغير نمط عيشه، أن ينظر في الأشياء التي سببت له المرض ثم يذهب إلى الطبيب، مش العشاب، إلى الطبيب. إذا لو سمحتي دكتور نحرر مكالمة تشير لإيمان. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الاسم الكريم؟ انا معك يوسف قلو من مدينة الرباط. يوسف قلو من مدينة الرباط. يوسف قلو من مدينة الرباط، أهلا بك، تفضل. حي الله الأخ سيد وطاب ما مشى وبوها مقعدة في الجنة مع خير الأنام، وأنا لي الشرف أني المرة الثانية على التوالي كنشارك في البرنامج. أهلا بك، مرحبا. وكنعتذر لكم على التضييع، أنا الآن كنشارك معكم من الشغل داخل العمل، كنعتذر على هذا. مرحبا. كنطلب من الأستاذ الله يجزيه بخير يعطينا بعض الوصفات بالنسبة وبعض المأكولات اللي خصها كل المرأة الحامل، وبعض بعض المأكولات اللي خصها تمتنع عليها في فترة الحمل. الله يجزيه بخير. إذا شكرا سي يوسف من مدينة الرباط. كنا خصصنا حلقة أظن الحامل والمرضع. نعم خصصنا لهم حلقة، ولكن لا بأس نذكر. هو المرأة الحامل والمرضع ليس لها أي، ولو أن الأطباء يقولوا أن احتياجات زائدة، ليس لها احتياجات زائدة. نعم. ليس لها احتياجات زائدة. نعم. فالمرأة تأكل، لا تكون حامل ولا تكون مرضع ولا تكون نفس الأكل، فقط الفيتوستروجينات أثناء الحمل ممنوعين. نعم. إن الحلبة وماشي ممنوعين، غير ما تكترش. نعم. غير ما تكتر. نعم. 5 حبات ديال الحلبة ولا 6 ماشي هما اللي غادي يديروا لها إجهاض. لا أظن هي الحلبة وحب رشاد والسانوج